اللي معروف ان كل لما الطلب بيزيد السعر بيزيد. بس اقول لك على حاجه، دي نص الحقيقه. النص التاني للحقيقه حاجه اسمها فابلين افكت، والراجل اللي اخترع الايفكت ده اسمه ثورستيان فابلين، وقال حاجه لذيذه جدا. قال ان كل لما السعر يزيد الطلب يزيد، فبالتالي اللي يحصل السعر برضو يزيد. عامل بالظبط زي رولكس. رولكس اللي بتعمله انها بترفع من سعر الحاجه علشان الناس تبقى عايزاها اكتر، وبتعمل لنفسها بوزيشننج في الماركت بحيث ان فئه معينه هي اللي تبقى بتتخانق عليها، وتيجي عند وقت معين لبعض من الموديلات وتسحب الموديلات دي وتقول انها سولد اوت. طب خليني اقول لك تطبقها ازاي عندك على الويب سايت. الفكره بسيطه جدا. لو في حاجه انت شايف انها بتتباع قوي، اوعى تنزل سعرها، ارفع سعرها جدا وخرجها بره الستوك بتاعك وقول للناس انها سولد اوت. فاللي هيحصل ان الناس هتسأل عليها دايما، وكمان فيسبوك والاعلانات هتفهم ان الناس عايزة المنتج ده جدا، واول ما ترجعه تاني على الويب سايت هتلاقي الناس كلها بتشتريه، والاعلانات بتاعت فيسبوك كلها بتودي الناس على المنتج ده، وبكده هتبقى حققت مبيعات اعلى بكتير قوي على منتج واحد وسعره غالي جدا. لو عايز تعرف استراتيجيز اكتر تساعدك تسكيل ارقامك، اعمل لنا فولو.